مرحله البدايه دي مع سامو زين مرحله مهمه جدا، يعني انت جدا. وعملتوا اغاني كتير قوي يعني. 14 اغنيه. 14 اغنيه، بيتهيألي اكتر مطرب انت اشتغلت مع سامو دي او حقيقه. او او خد منك اغاني يعني. ده حقيقي وهو السبب في ان انا اوزع برضه بنسبه كبيره جدا. هو كان مؤمن جدا بان انا اوزع، يعني انا كنت دايما ببقى معتمد ان انا بسمعه الاغنيه. ها هنديها لمين؟ قال لي انت اللي هتعملها. قلت له انا لسه. قال لي هتعملها انت. وخلاني فعلا اوزع، حتى خلاني اوزع شغل ناس تانية يعني. بس عشان اوصل لسامو دي اصلا كانت قصه يعني. ازاي؟ آه، ده كان زي ما قلت لك من شويه في 2008. فكان في الدكتور هيثم الفيل، ده من الناس اللي بحبها جدا، وهو كان كاتب اغاني لسامو زين. وكان في جامعه الاي ام اس هنا، عامل بيدرس. هو دكتور في الجامعه، وانا اصدقائي كانوا في الجامعه. هي منهم صديقي اللي عرفني على عمرو مصطفى، اللي هو المخرج محمد القاضي، هو مخرج حاليا. وكان معايا صديقي محمد حسن، هم كلهم كانوا في الجامعه دي. فقال لي على فكره ده دكتور هيثم عندنا كذا كذا، وسامو زين جالنا الجامعه وشكله صاحبه جدا جدا، وهيجي لنا تاني عاملين زي ندوه او حاجه كده، فحاول تيجي. قلت له هخش الجامعه ازاي انا ما... قال لي اتصرف ومش عارف ايه ده. فسجلت كذا اغنيه، عملتهم على سي دي، ونزلت سايبر تحت والسيديهايه واجرب واعمل ومش عارف ايه لحد ما بقى معايا سيديهايه، وقعد بقى محافظ عليها وشال، عشان دي اللي هاجي بيها من مدينه نصر لحد اكتوبر، عشان لو قابلت او حد. المهم لحد ما وصلت، جيت اخش على البوابه، طبعا ما دخلونيش من على البوابه. انت مش طالب هنا، مفيش كارنيه، مفيش اي حاجه، ممنوع. ممنوع، ارجوك ده مستقبلي جوه، ده سامو زين. سامو زين مين؟ مفيش الكلام ده، بعد اذنك يلا مع السلامه اطلع بره. خرجت بره. لما افقد الامل قمت لفيت من ورا السور ونطيت من على السور بتاع الجامعه بتاع الاي ام اس. 3 خطوات كان الامن شاددني سجني من هنا، طاردني بره الجامعه. وكانت مشكله كبيره، وقالوا لي هنعمل لك محضر وكده. وطبعا اترعبت وخفت جدا وخرجت بره. قلت خلاص ايه، مش هعرف اخش اقابل الراجل ده تماما يعني. طلع لي المخرج محمد هشام رشيدي، اللي هو لسه عامل فيلم اوسكار لسه ماموث من كام يوم. هو مم. برضه كان طالب في نفس الدفعه في الجامعه، وصديقي جدا من زمان. كان هو الوحيد اللي معاه عربيه ساعتها. فقال لي بص انا هخرج بره، عشان هو بيخش يركن جوه. اه. هنحطك في الشنطه ونخش جوه نركن. فتنزل انت من الشنطه، هنلبسك حاجه تانية مش هيشوفوك في الكاميرات، تخش على الكافيتيريا على طول. مم. تقعد معانا في وسط الطلبه، محدش هيحس بيك. ده فيلم. وعملنا كده. والله ما هعمل ايه، ما انا قتيل، ما انا ما اصل عشان توصل برضو زمان ده مش سهل. ما فيش بقى واتساب هتجيب رقم حد، مم. انت كان لازم انت اللي تاخد الاكشن بنفسك فيزيكالي اه. كشخصك. تروح تشتبك، ما لهاش حل تاني. ودخلت في الشنطة فعلا، وقفلوا عليا وعدينا لحد ما حصل الكلام ده كله، ودخلوني جوه المبنى. وطلعت للمكتب بتاع دكتور هيثم. لا سامو مش جاي النهارده. يا نهار ابيض. طب بعدين. طب انا جيت خلاص. قالوا لي طب خش سمعه، حتى هو راجل شاعر واشتغل قبل كده، وكان عامل له، عرفت معنى الحب، وعمل له اغاني كتير حلوه، فممكن يعني يساعدك او اي حاجه. فانا داخل له لقيته بيهزق اتنين اصلا، بيقول لهم هو كل حد يقول لي انا بعمل اغاني قلت له يا نهار اسود اصلا. يا جماعه والنبي انا اتهنت النهارده بما فيه الكفايه، ومش عايز اتهان تاني اكتر من كده. فنعم يا سيدي، ها عايز ايه؟ قلت له يا دكتور زي حضرتك انا اسلام زكي. انت تبع مين؟ انت معانا هنا؟ قلت له انا مش معانا. ودخلت ازاي يا دكتور؟ بس فاصحابي دخلوا يا دكتور ده كذا كذا مش عارف ايه وبتاع، وبس حضرتك بس لو تساعده مش عارف ايه. قلت له انا معايا سي دي، بس اسمعه وهمشي على طول، مش عايز حاجه تاني. قال لي طب ماشي اقعد. قام فتح اللابتوب وعنده سماعات كده، وقام شغل اول حاجه هتلاقينك معايا. قال لي ايه ده؟ مين اللي... قلت له... قالوا لي قول له يا ابني انت مم. قلت له انا كان لحن بس. مم. قلت له انا اللي عامل لانك معايا يعني هي كان فيها بس كلمة لانك يعني، وبقية الحاجات التانية كلها كلام، بقول اي كلام. قال لي انت اللي عامل العزف والغنى حلو جدا. سمع بقية الحاجات التانية، قال لي طب ممكن تخلي معايا السي دي ده؟ قلت له اه طبعا اتفضل ومش عارف ايه. وخد رقمي، كان ساعتها رقم البيت، كان لازم يكلم البيت عندنا، فبابا وماما يردوا عليه. ممكن اكلم اسلام، مفيش موبايلات بقى. ومشيت بعد كده واختفى الموضوع يعني. لحد كلمني من بعدها بشهر مثلا، قال لي هات ورقه وقلم بسرعه يكتب لانك معايا. لانك معايا في كل لحظه وكل ثانيه، ولو بعيده ولو مش عارف. قال لي انا رايح لسام زين بكره، سجلي الاغنيه دي زي ما انت عملت التانيه كده بالكلام ده وابعتها لي. طبعا مفيش حاجه اسمها ابعتها لي، انا باخدها على سي دي واروح له الزمالك مم. اديها له، ما مفيش كانش في حاجه واتساب بتتبعت. كل حاجه لازم انت، عشان بقول لك اه. شخصك. ورحت بعدها بكام يوم لقيت سامو زين بيكلمني على تليفون البيت. هتهزر ولا ايه؟ سامو مين؟ قال لي يا حبيبي سامو زين، مش انت اسلام زكي؟ هم قافل في وشه السكه. انا ناقص تقعدوا تشتغلوني، واصحابي بقى كانوا بيعملوا فيا كده. كلمني تاني لحد الدكتور هيثم كلمني.
قال لي يا ابني رد على سامو بيكلمك كذا مره، عايز يقول لك على الاغنيه. قلت له ده سامو زين بجد؟ قال لي ايوه رد عليه، انت بتهزر؟ اتغديت طبعا تاني مسخسخ من الضحك. قلت له انا اسف والله. قال لي لا لا انا عارف انا عارف، ممكن تيجي لي بكره عند الاستاذ محسن جابر، مم. شرفنا كده في الاستوديو في المكتب عنده عشان اتعرف عليك، وانت عامل حاجات جميله جدا، وايه الجمال ده وايه ده وعايزين نتعرف عليك ونشوفك. طبعا تاني يوم بقى نزلت رحت جبت قميص جديد وبتاع وسشوار وبتاع، وبابا وصلني. بقى 2008 كان عندي كام هتقول سنه يا او تانية ربي؟ جامعة مثلا كنت يعني في حاجة رابعه. كده. رابعة جامعة اه. ورحت ودخلت المكتب، قعدت مع حد اسمه عبد العظيم هناك، لو عارف عبد العظيم، الناس الجميله في مزيكا. فضلت قاعد وسامو دخل، ها فين هو؟ فانا قاعد بقى بس، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ فين اسلام؟ فقال لي هو انا اسلام هو ده. الطفل اللي قاعد ده. مم. قال لي ايه ده ما شاء الله انت؟ قلت له اه. لا انت حبيبي تعالى. قوم واخدني حاضني عايز يطبطب عليا كده، وهو مدخلني جوه على مكتب استاذ محسن طبعا كان طاير بيا، وقال لي ايه الحاجات الجميله دي وكذا وكذا. ومن هنا بدا التعاون بقى، كرت وراها 14 اغنيه، وكان مؤمن بيا جدا جدا جدا.